السلام عليكم يا شباب. دي الحلقة رقم 17 من Product Strategy and Design. احنا وصلنا في اليوتيوب 1000 مشترك، فعملنا دي أول حلقة نعملها Q&A، أسئلة وأجوبة. أول سؤال جاي لي من محمد السيد، هما الحقيقة 3 أسئلة في بعض فهقولهم واحد واحد. أول حاجة، ايه تصورك لمستقبل اليو اي مع ظهور أدوات بتعمل جزء كبير منه بالذكاء الصناعي؟ طيب، موضوع ال AI طبعا وعامل لنا روشة في حياتنا وفي كل الاندستريز اللي حوالينا، وكله خايف على شغله والكلام ده. انا شايف ان في المجال بتاعنا احنا بالذات مش الموضوع مش خطير قوي. يعني مش زي مثلا الناس بتوع الترجمة وبتوع الكوبي رايتنج وبتوع الفويس اوفر. الناس دي طبعا ايه دلوقتي ال AI بيكتب الكونتنت كله تقريبا يعني. لكن في مجالنا احنا يعني هو احنا في اليو اي مثلا تحديدا، احنا طول عمرنا كان عندنا تمبلتس جاهزه من زمان جدا، واحنا عندنا تمبلتس جاهزه. والموضوع ده عمره ما اثر في الكارير بتاع اليو اي ديزاينر. لان انت الفكره مش في ان انت يعني الاي اي حلو قوي ان هو ممكن يعمل انسبيريشن او يعمل افكار او يعمل ستارتنج بوينت تبدا منها، لكن عمره ما هيعمل اليو اي حسب الريكويرمنتس، حسب بقى البيزنس ريكويرمنتس، وحسب البراند جايد لاينز، وحسب انت بتعمل اليو اي حسب ايه، حسب البراند جايد لاينز بتاعتك عامله ازاي، والفيجوال ايدنتيتي عامله ازاي، واليوزر مين هو، والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. مش هنعمل درس عن اليو اي يعني. ف... فالحاجات دي كلها محتاج يعني محتاجه ديزاينر يبدا ان هو يشتغل على اليو اي دي، وبعدين يبدا ان هو يتريت فيها، وبعدين يعدل ويعدل ويعدل حسب بقى الاي بي تيستنج، وحسب الداتا اناليسيز واللي بتيجي والاناليتكس اللي بتيجي مثلا من جوجل والتولز بتاعت الاناليتكس دي كلها، حسب الكلام ده كله يعني. فانا شايف ان الاي اي مش هيأثر كتير، او يعني تأثيره هيبقى ضعيف جدا في الحتة دي، الا في حتة الانسبيريشن او كده يعني. فده بالنسبة لايه لسؤال اليو اي والذكاء الاصطناعي. السؤال التاني بيقول الساس برودكت اللي هي سوفت وير از سيرفيس يعني، او الديجيتال برودكت ديفلوبمنت بشكل عام بيتجه للانكماش من حيث العمالة المطلوبة، ولو الإجابة بالتأكيد ايه الأسباب؟ والله برضو أنا برضو مش يعني في المجالات بتاعتنا احنا مش قلقان قوي من الحتة دي. يعني احنا مثلا زمان لما كان في مهندسين كتير جدا مثلا بيرسموا بإيديهم، وطلعوا الأوتوكاد وقالوا ده كده خلاص المهندسين دورهم انتهى والكمبيوتر هو اللي هيعمل الكلام ده مثلا يعني. الحقيقة ان يعني المهندسين شغلهم زاد واعدادهم زادت، ما حصلش ان هم مثلا ما لقوش شغل ولا الكلام ده كله. ولما الكمبيوتر جه وجات مثلا اللي هي الثورة بتاعة الخطوط الانتاج، وبقى في خطوط انتاج في المصانع، قالوا ده العمالة هتقل وبتاع. الحقيقة ان المنتجات زادت والعمالة زادت الانسان عموما يعني كم رفاهيات في حياته، وكم المنتجات اللي بيستخدمها، وكم يعني احنا قد ايه بنستخدم سوفت وير النهارده، وقد ايه كنا بنستخدم سوفت وير من 10 سنين او من 20 سنه فاتوا. فكم السوفت وير اللي بقى في حياتنا. الاول كان عندنا كمبيوتر بنقعد عليه وقت محدد في اليوم، دلوقتي عندنا كمبيوتر وايباد وايفون وسمارت ووتش وسمارت تي في وسمارت لوك وسمارت فريج فالحاجات دي كلها عايزه ديزاينرز. فمع تطورات الذكاء الاصطناعي والكلام ده كله، كذلك برضو بتزيد كم التكنولوجيا اللي في حياتنا، وكم الطلب على الديزاينرز والديفلوبرز والناس دي كلها. فانا برضو مش قلقان في الحتة دي يعني. تقريبا هو نفس السؤال يعني. السؤال اللي هو هل الموضوع بيتجه للانكماش من حيث العمالة المطلوبة؟ لا، ما اعتقدش. بالعكس، كل ثورة صناعية زي كده بتيجي، طبعا دي ثورة صناعية يعني، اللي هي الاي اي ده هيقلب كل حاجة زي ما احنا شايفين. فكل ثورة صناعية زي كده بتيجي بدل ما احنا متخيلين انها هتاكل او هتقلل من العمالة المطلوبة، اللي بيحصل العكس يعني. دايما اللي بيحصل العكس. كلها توقعات يعني، الله اعلم. المصمم والاستراتيجيست هيتغير المطلوب منهم بين قوسين جوب ديسكريبشن كمان 3 سنين مثلا، وهل السوق بيتجه لفكرة الجنراليست بدل السبيشاليست؟ هو كده كده الجوب ديسكريبشنز دي بتتغير كل فترة،
كل 3 سنين او 5 سنين، بسبب تغير السوق وبسبب تغير يعني اليوزر بيهيفير نفسها والكالتشر بتاع الناس نفسها والباترنز اللي بتحرك السوق. يعني مثلا نتجه شوية للسمارت ووتشز، نتجه شوية بعد شوية للحاجات اللي هي الفي ار. كان بقالنا كتير بنقول في ار دلوقتي الفي ار خلاص، يعني بعد ما ابل طلعت الفيجن برو الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، فخلاص هيبدأ الموضوع يبقى يعني متفعل جامد. فطبعا يعني الواحد ما كانش بيابديت نفسه كل مش هقول لك كل 3 سنين، ده كل 3 شهور. يعني الواحد ما كانش ابديتد بكل الجديد. فطبعا والليت ايه بيقولوا عليها ليت ان ذا داست، يعني هيبقى يعني خلاص هيبقى كأنه من القدماء المصريين. يعني الواحد لازم يتطور كل يوم ويشوف الحاجة الابديتد يعني. فهل الجوب ديسكريبشن كمان 3 سنين هيتغير؟ طبعا هيتغير. كل اللي مطلوب، يعني احنا زمان كان الديزاينر، انا كنت زمان ديزاينر بريء، بفتح الفوتوشوب وسلايس الصورة واعمل لها اكسبورت وتطلع HTML والكلام اللطيف ده كله. بعد كده طلع الفلاش، بعد كده طلع الويب ستاندردز، بعد كده فبقى مع الوقت كل الطلبات اللي بقت يعني اللي كانت مطلوبة من الشخص، كان كلنا ويب ديزاينرز، بعد كده بقى في يو اكس ديزاينرز وانتراكشن ديزاينرز ويوزابيلتي انجينيرز ويو اكس ريسيرش. فمع الوقت الحاجات دي طبعا بتختلف والسبيشاليزيشنز بتختلف وبتتشعب والكلام ده كله. وهل السوق يتجه لفكرة الجنراليست بدل من السبيشاليست؟ اه اي بليف ان يعني جالنا فترة كده كان كل الترند ان هو ايه، لازم كل واحد يبقى سبيشال قوي او يعني متخصص قوي سبيشالايزد قوي في الحتة اللي هو بيعملها. لا يعني مع بقى الستارت ابس ومع اللين موديل ومع اللي هو الام في بيز واللين موديل وان انت تعمل يعني تيتريت بسرعة والحاجات دي كلها، بقى يعني غالبا الناس اللي هم يعني زي دايما بيقولوا المثل اللي هو اعرف كل شيء عن شيء واعرف شيء عن كل شيء. يعني انت محتاج تكون اوير بجانب البيزنس واوير بكل يعني بالبرودكت لايف سايكل واوير بالحاجات دي كلها از ديزاينر. طبعا لو انت برودكت مانجر طبعا اكتر، وفي نفس الوقت تبقى متخصص في حته. يعني انا مثلا شاطر في الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن، انا شاطر في الاندستري مثلا بتاعت الاي كوميرس، انا شاطر في الفينتك، انا شاطر يعني انا مش شاطر في اندستري معينه وفي اكتيفيتي معينه. انا متميز في اليوزابيلتي تيستنج، انا متميز في الانفورميشن اركتكتشر، انا بتاع ريسيرش وهكذا. فطبعا انا بعرف اديزاين كل حاجه او انا برودكت مانجر بتاع كله، بس انا متخصص مثلا في الداتا، انا شاطر قوي في حته الداتا. فانت محتاج الاتنين. احمد ابراهيم بيسأل ازاي بتتوقع ان تكنولوجيا الفي ار والاي ار هتأثر على مستقبل تصميم الواجهات، وازاي نواكب التغيرات دي والتغيرات اللي حاصلة مع الاي اي. يعني موضوع الاي اي احنا جاوبنا عليه. وبمناسبة الاي اي طبعا له يعني في استفادات كتير قوي بنستفيدها من الاي اي از ديزاينرز. من اكتر الحاجات اللي شفتها حتة ان هو يظبط لك يعني بينظم قوي الريسيرش. لو انت بتعمل ريسيرش فانت تقدر تقول له مثلا ايه الخطوات، تسأله كده، تسأل شات جي بي تي كده ايه الخطوات مثلا اللي انا امشي فيها علشان مثلا اعمل فاليديشن، فيرد عليك مثلا. فتقول له طيب ولو انا مثلا مش مناسب ليا او مش قادر اوصل مثلا للتارجت الفلاني، فيقوم يعدل اجابته. فيقدر ان هو يساعدك في حتى الستبس او البروسيس اللي انت ممكن تاخدها عشان تعمل حاجة. ممكن تقول له مثلا طب انا هعمل انترفيو، فتقوله طب التارجت اللي انت بتقولي عليه ده ايه احسن اسئلة ممكن اجاوب عليها عشان اطلع بالانسايتس الفلانية، فتلاقيه يقوم لستلك 4-5 اسئلة. يعني بقى موضوع البريبيرنج للريسيرش مثلا كاحد الاستخدامات يعني كمثال بقى سهل جدا بالاي اي. فسهل جدا ان انت يعني الاي اي بيساعدنا في حاجات كتير كنا عشان نعملها كانت بتاخد مننا وقت اطول بكتير، خصوصا في جانب الريسيرش اكتر يعني. طيب موضوع ال VR وال AR يعني احنا بقالنا كتير قوي بيقولوا لنا لازم تبدأوا تشوفوا ال VR ده يعني ايه الستاندرز بتاعته، ايه البلاتفورمز بتاعته، الكلام ده كله.
كان طلع من فترة طويلة الستاندرز بتاعت الاوكوليس والاو اس بتاعت الاوكوليس، ودلوقتي طبعا الفيجن برو داخل علينا. فهي الفكرة ان الديزاينر مش يعني انت كده كده ديزاينر بتعرف تديزاين في اي يو اي في اي بلاتفورم، مش فارقة بقى هو واتش ولا هو ايباد ولا هو في ار. في الاخر كل ميديم او كل وسط او كل بلاتفورم من دول له ستاندرز معينة وله جايد لاينز معينة، وهتفرق من بتاعت ابل لبتاعت اوكوليس، وهتفرق من هنا لهنا. فانت بالاخر بتخش انت كده كده عارف التولز بتاعتك، وعارف الجايد لاينز الرئيسية، وعارف انت البروسيس اللي بتمشي فيه عاملة ازاي. فبتبدأ ان انت مع كل بلاتفورم جديد بتشوف يعني اليوزر بتاع البلاتفورم ده بيشوف ازاي، بينتراكت ازاي، ايه الجسترز اللي هو بيستخدمها. احنا كنا متعودين مثلا على البوينتر والماوس والحاجات دي، جه بعد كده التاتش جسترز اللي هي ان انت تتاب وتبنش وتسوايب، بدأنا ان احنا نفهم ده ونتعامل معاه. بعد كده هيجي اللي هو بالنظر بقى في الفيجن برو، ان انت بتبص في حتة معينة. فكل الحاجات اللي بتيجي جديدة بتبدأ تابديت نفسك وتتعامل معاها. يعني مش whatever بقى هي ايه، يعني طول ما انت ماشي هتلاقي حاجة جديدة. فهي مش فكرة ان احنا كل مرة حاجة جديدة هنسأل هو دي هعمل فيها ايه، هتتعلم الجايد لاينز بتاعتها وتتعامل معاها عادي جدا. ايه هي الاستراتيجيات اللي استخدمتها لتجاوز التحديات التقنية في مشاريعك، وايه التحديات اللي واجهتك بشكل عام سواء كديزاينر او استراتيجي؟ وده سؤال كبير شوية. ايه الاستراتيجيات اللي استخدمتها لتجاوز التحديات؟ تحديات زي ايه يعني؟ ممكن تحدد اكتر، ادينا يعني حاجة معينة. الواحد دايما بيقابل تحديات، عايز تعرف اليوزر بيهيفير، فعايز تعمل يوزر انترفيوز، ممكن ما تعرفش توصل لليوزر، ده احد التحديات. مثلا ممكن يبقى كاستمر مثلا كلاينت عندك يعني مش اوير قوي بكل بالماركت اللي هو فيه، او مش او ما عندوش، مش حاسس قوي او مش فاهم قوي الفاليو بتاع ان انا افهم اليوزر نيز قبل ما ابدا ديزاين ليهم مثلا. فازاي اتعامل مع كلاينت؟ ففي تحديات من انواع كتير. فحدد احسن ايه اللي انت تقصده، لان السؤال ده عام قوي. ايه نصايحك لشخص بادئ مجال اليو اكس واليو اي يو اكس من فترة صغيرة وعايز يشتغل فريلانس، وهل في طريقة يقدر يتوسع بيها لكونه برودكت مانجر؟ لا، هو اللي لسه بادئ، انت بتقول شخص بادئ، فاللي لسه بادئ ما يشتغلش برودكت مانجر. انا رأيي برودكت مانجر لازم يكون عنده خبرة حلوة، خبرة يعني مش هقول عملاقة بس خبرة كويسة، يعني كذا سنة في احد المجالات، يا اما الديزاين اللي هو اليو اكس ديزاين يعني، يا اما الديفلوبمنت، يا اما البيزنس بقى. يعني في كتير، يعني هو برودكت مانجرز غالبا بيبقوا جايين من احد الاماكن دي، يا اما كان يو اكس ديزاينر وبدا يتطور ان هو برودكت مانجر، يا اما كان ديفلوبر وشخص تكنيكال وكده، يا اما كان مثلا فاوندر وبعدين بدا يحول ان هو مثلا الستارت اب بتاعته مثلا ما نجحتش او حاجه، فبدا ان هو يبقى برودكت مانجر، ودول بيبقوا شاطرين جدا برضو. لكن ان انا ابدا از برودكت مانجر انا ما شفتش حد يعني بيبدا هو الفكره ان البرودكت مانجر ده حد عنده خبره، حد عنده خبره واشتغل في برودكت انفايرمنت كتير، وعارف برودكت لايف سايكل، وعارف ازاي يعني. عشان ما اتكلمش عن رول البرودكت مانجر كتير في حلقات عن الموضوع ده، لكن في الاخر انت محتاج خبره تكون في احد المجالات دي على الاقل، وتكون اشتغلت في برودكت انفايرمنت كتير. فما فيش حد بيبدا از برودكت مانجر. فايه نصايحك لشخص بادئ في مجال اليو اكس؟ نصايحي اتكلمت فيها برضو في الحلقه بتاعت الكتب، ان انت اقرا شويه وطبق شويه، ما تقراش بس وما تطبقش بس. يعني في ناس بتقعد تقرا 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 فتلاقي كل الكلام اللي عنده نظري، وفي ناس ممكن ايه يعني يبدا شغل على طول وكده، ده حلو، بس احسن ميكس تعمله ان انت تقرا شويه وتطبق شويه. وحتى لو انت معكش شغل ممكن تاخد كيس التدريب، اهم حاجه التمرين والتدريب. ابدا ان انت حتى لو مفيش شغل شوف اي حاجه، اي يو اي مش عاجباك ابدا اعمل لها ريديزاين، اعمل ديفاين للبروبلم، اعمل ريسيرش، اعمل ريديزاين، وخد يعني فيدباك من الناس. ابدا اعرض مثلا ما كمثال يعني الديزاين الحالي والديزاين الجديد اللي انت عملته، طب ايه رايكم يا جماعه؟ دي فكره كويسه. فتاخد فيدباك من الناس، تتدرب، تفضل تتدرب تتدرب تتدرب. فدي اهم نصيحه بديها لشخص يعني لسه بادئ في المجال. وطبعا لو قدرت ان انت تجوين مكان
سواء ايجنسي او برودكت كومباني فيها ناس اشطر منك فتتعلم منهم حتى لو از ان انترن، فده طبعا يبقى هايل جدا. طيب وعايز يشتغل فريلانس، ما هو الواحد عشان يشتغل فريلانس لوحده مش جوه تيم، بيبقى محتاج يبقى عنده قدر من الخبرة شوية. يعني مش هينفع اول وانا لسه بتعلم هبدأ اشتغل فريلانس، لان فريلانس ده وان مان شو، فمحتاج اكون اشتغلت شوية في تيم، فهمت شوية الموضوع عشان ابدأ اقدر ان انا اشتغل فريلانس لوحدي يعني. وهنا بيقول لك وهل في طريقة يقدر يتوسع بيها الكون برودكت مانجر من الفريلانس ولا لازم يدخل شركات عامة؟ دي جاوبنا عليها. لازم طبعا يكون اشتغل الاول في جوه برودكت تيم مدة طويلة، اظن ما تقلش عن 3 سنين يعني، الا لو هو حد شاطر قوي بقى عارف يعني، بس اظن يعني ما تقلش عن 3 سنين. عندي باك جراوند كويسة عن البروجرامينج والبيزنس والسايكولوجي. ماشي، هي دي الحاجات اللي انت قلتها دي هي المادة الخام الكويسة قوي يعني، هي دي البيزكس بتاعت البروجكت مانجر. بس ما ينفعش تبقى نظري بقى يعني، ما ينفعش تبقى قراية او نظري، لازم تكون اشتغلت بيها في برودكت انفايرمنت مدة، انا رأيي انها ما تقلش عن 3 سنين. طيب ده كده كان اسئلة محمد السيد واحمد ابراهيم. خلونا يعني لو عندكم اسئلة تانية خلونا نبدأ سلسلة الاسئلة والاجوبة دي لطيفة، فكل اللي عنده اسئلة يعني ممكن يحط الاسئلة في الفيسبوك او في اليوتيوب، وان شاء الله نعمل حلقات تانية نجاوب عليها. شكرا والسلام عليكم.